وبموت توت عنخ آمون وهو عنده 19 سنة من غير وريث شرعي تكون انتهت فعليا سلالة الأسرة ال18، أسرة أحمس وتحتمس وأخناتون، ومن بعدها العرش انتقل لقادة الجيش زي حور محب، وبعدها لأسرة الرعامسة واللي استوعبوا الدرس كويس وبدأوا يتجوزوا من خارج الدايرة الضيقة دي شوية علشان يجددوا دم العرش الملكي. توت عنخ آمون ما كانش بس ملك بيمتلك ذهب كتير، لأنه هو الدليل الحي والميت على ان محاولة البشر انهم يكونوا آلهة ويتحدوا قوانين الطبيعة كان تمنها غالي جدا. الذهب حفظ صورته اللامعة للتاريخ، لكن العلم كشف لنا حقيقة ألمه الإنساني. وانت بقى تفتكر لو كان الملك توت عاش وهو سليم، هل كان هيقدر يغير تاريخ مصر ولا نهايته كانت حتمية؟ ولو لسه مستمتع بقصص وحكايات مصر القديمة فاعمل لايك واشترك في قناة كينج توت AI على يوتيوب، وتابعنا دايما علشان نرجع حضارتنا العظيمة من تاني.